في تايوان سنة 1962 كانت فترة حكم عسكري استمر 40 سنة، وكانوا بيسموها فترة الإرهاب الأبيض، لأن الحكومة كانت منع قراءة الكتب اللي بتتكلم عن الحرية والتمرد، وأي حد بيعمل كده بتخلص عليه في ساعتها. ودي كانت أكتر فترة صعبة في تاريخ تايوان، لأن الاعتقالات والإعدامات كانت فيها كتير جدا. جاهزين؟ يلا بينا. بيبدأ الفيلم بمجموعة من الطلاب داخلين مدرسة عسكرية، ومكبر المدرسة شغال وبيتكلم عن التجسس وعقوبته، وبيقول إن كل فرد في المدرسة مسؤول عن الإبلاغ عن الجواسيس، والتستر عليهم عقوبته الموت. وبيكون في مفتش اسمه باي بيراقب الطلاب وهم داخلين المدرسة، وبيفتش المشكوك فيهم، وبيوقف طالب اسمه شينج عشان لابس الكاب غلط، وبيأمره يعدله، وشينج بيتوتر وباي كان لسه هيفتشه، فبيجي طالب تاني اسمه هونج وبيشتت انتباه المفتش باي، وبيطلع من شنطة شينج دمية وبيقوله هي دي اللي في الشنطة. وفي الوقت نفسه بتعدي طالبة اسمها منت، وهونج لما بيشوفها بيفضل يبصلها لأنه معجب بيها، والمفتش باي بيقول لشينج تعالى في مكتبي في وقت فراغك، وبنعرف إن شينج شايل في شنطته كتاب الحكومة منعاه. وبنشوف هونج بيدخل مخزن معزول في المدرسة، وبنعرف إن في مجموعة من الطلاب عاملين نادي سري اسمه نادي الكتب، وبيقرأوا فيه الكتب اللي الحكومة منعاها، وبينسخوا الكلام والرسومات اللي في الكتب وبيعملوا منها نسخ كتير. ومع ان الكتب دي عادية خالص وبتتكلم عن تاريخ البلد، بس الحكومة منعاها. وبنلاحظ ان المكان ده هو المنفس الوحيد ليهم، وبيهزروا وقاعدين على راحتهم فيه، والمدرسة يان بتلقي عليهم قصيدة بتتكلم عن الحرية. وساعتها الفيلم بينقلنا لمشهد تاني، وبنشوف هونج والحكومة بتعذبه عشان يعترف على زمايله ورئيسهم اللي في نادي الكتب، وبيقولوله يعترف وإلا هيموت زي أصدقائه، لأن الحكومة عرفت مكان نادي الكتب وخلصت على كل أعضائه. ومن كتر الضرب هونج بيدخل في غيبوبة، وروحه بتنتقل لنفس المدرسة اللي كان فيها، بس بتكون مهجورة وفاضية ومضلمة. ومنت بتصحى في نفس المدرسة المضلمة، وبتستغرب هي جت هنا ازاي، وبتفضل ماشية في ممر المدرسة وبتحس ان في حد ماشي وراها، وبتشوف مدرس اسمه تشانج بيدخل غرفة ويقفل على نفسه، وتشانج يبقى رئيس نادي الكتب وهو اللي كونه مع المدرسة يان. ومنت بتنده عليه بس مش بيرد، وبتحاول تفتح باب الغرفة اللي دخل فيها بس مش بتعرف، وساعتها بتشوف نسخة منها بس ملهاش ملامح، وبعد مجهود بتفتح الباب وبتهرب من شبحها. وجوه الغرفة بتسمع صوت بيقول لها بلدك بتشكرك، والغرفة بتتحول لمسرح، وهي بتشوف نفسها على المسرح بعد ما خلصت على نفسها، والجماهير اللي قاعدة لابسين أقنعة وبيسقف لها. وفي نفس المسرح بتظهر وهي بتضرب رصاصة على المدرسة يان. بعدها كل حاجة بتختفي والمسرح بيرجع مضلم تاني. ومنت لما كانت رايحة ناحية المسرح بتلاقي هونج بيفتح الباب، وبيستغرب لما بيشوفها لأنه في العالم الحقيقي يعرفها ومعجب بيها بس مش بيتكلموا، وبيسألها ليه لسه موجودة في المدرسة، فبتقوله إنها نمت من غير ما تحس. وهونج قال لها وأنا كمان نمت وصحيت ولقيتهم كلهم مشيوا والمدرسة فضيت. وبيشوفوا قبر قدام المدرسة، ومنت بتشوف اسمها مكتوب عليه بس هونج مش شايف اسمها، وبيسألها لو كانت فاكرة اللي حصل قبل ما تنام، فبتقوله مش فاكرة أي حاجة، وهو كمان مش فاكر أي حاجة. ولما كانوا مروحين بيلاقوا الطريق اختفى وظهر مكانه بحر، وهم دلوقتي واقفين ومش فاهمين ايه اللي بيحصل، فبيضطروا يرجعوا المدرسة تاني، وهم الاتنين بيتكلموا مع بعض وبيتعرفوا على أساميهم، لأنهم كانوا في المدرسة بيشوفوا بعض كل يوم بس مش بيتكلموا مع بعض ولا يعرفوا بعض أصلا. ومنت بتقوله هي عارفة إن في نادي سري للكتب وهو عضو فيه، بس هي مش هتقول لحد. وبعدها بيسمعوا تليفون بيرن، وبيرد عليه وبيسمعوا صوت تشانج بيقول لهم يخرجوا بسرعة من المدرسة، فبيروحوا لمكتبه وبيلاقوه متشمع، فبيدخلوا من الشباك المكسور. وساعتها منت بتشوف وشها في المراية ملامحه بتختفي، بعدها بتشوف نسختها المرعبة ظهرت لها، وبيروحوا للحارس عشان ياخدوا منه مفتاح نادي الكتب، وبيشوفوا الحارس قاعد في مكتبه وبيقوله مع انه بلغ عن نادي الكتب والمتمردين بس الجيش عذبه. وهونج بيحاول يجيب المفتاح بس الحارس بيهجم
بيهجم عليه، وبيلاقوا عينه مش موجودة في وشه لأنه واخد فيها طلقة، وبيهربوا منه وبيدخلوا في غرفة. وبعد شوية بيسمعوا شبح أبو فانوس بيخلص على الحارس، وبيفضلوا مراقبينه لغاية ما بيمشي. بعدين بيخرجوا من الغرفة، وساعتها منت بتشوف نفسها في الماضي لما كانت رايحة المكتب أستاذ تشانج، والفلاش باك بيخلص وبيروحوا نادي الكتب، وهونج بيشوف رسوماته هو وزمايله مرمية على الأرض والدم مغطيها، وبيعرف إن أمرهم انكشف. وهونج بيفتكر الماضي لما تشانج ويان شافوا الشرطة جاية المدرسة، حسوا إن أمرهم انكشف بس تماسكوا وكملوا عادي عشان محدش يشك فيهم. وبعدين هونج وهو ماشي بيخبط في منت، وبتشوف معاه الكتب الممنوعة، وبيسألها لو هتكشف أمره وهي بتقوله لأ. وبنرجع من الماضي للحاضر، وهما الاتنين بيشوفوا شخص واقف بعيد وجنبيه نار. لما بيقربوا منه بيلاقوا شينج بيحرق الكتب، وبيقول له هونج المدرسة يان قالت له يحرقها عشان محدش يشك فيهم، وبيقول ان تشانج بلغ عن نادي الكتب وخانهم. وهونج ما كانش مصدق ان استاذه ممكن يعمل كده ويخونهم. وفجأة بيظهر شبح أبو فانوس وبيمسك شينج من رقبته وبيخلص عليه، وبيجري وراهم وهو بيقول عقاب المتمردين الموت. وبنلاحظ إن شبح أبو فانوس لابس بدلة عسكري وبيدخل وراهم المدرسة، وبعد شوية بيختفي. وهم بيروحوا مكان سري في المدرسة، وهونج بيشوف المدرسة يان وزمايله وبيقول لهم إن شينج مات، والمدرسة بتقوله إن منت هي السبب في موتهم عشان ادت الكتب اللي بيقرأوها للمفتش بوي. وبعد شوية كلهم بيختفوا، وصور كل أعضاء نادي الكتب بتملى المكان ومعاهم صورة المدرس تشانج. معنى كده إن كل أعضاء نادي الكتب ماتوا ما عدا هونج اللي الحكومة فضلت تضربه لغاية ما دخل في غيبوبة، وروحه انتقلت للمدرسة عشان يعرف إيه اللي حصل ومين اللي كشف أمرهم للحكومة. طب ليه منت موجودة معاه في المدرسة؟ وهل هي كمان ماتت ولا دي روحها؟ هنعرف بعد شوية. ودلوقتي هونج بيهاجمها وبيسألها هي عملت ايه، وهي مش فاهمة اي حاجة وبتهرب منه. وبتشوف نسختها المرعبة بتعدي من جنبها وبتقول مش انا السبب. وبتشوف الاحداث والمشاهد اللي حصلت لغاية ما بتوصل للمشهد اللي كانت نايمة فيه. وبنرجع للماضي وبنشوفها في بيتها وسامعة صوت امها وابوها بيتخانقوا مع بعض لان ابوها بيخون امها، وكمان بيفضل يضربها ويعذبها. ومنت مش عاجبها اللي بيحصل وبتحاول تهرب من مشاكلهم، وبتروح المدرسة وبنشوف هونج بيبص عليها. وده المشهد اللي شفناه في أول الفيلم لما المفتش باي وقف شينج عشان يفتشه، وهونج أنقذه في اللحظة الأخيرة. ومنت دلوقتي بتحاول تعرف إيه اللي حصل من البداية، وليه يان قالت عليها إنها خاينة وتسببت في موت أعضاء نادي الكتب. وبنعرف إن منت كانت معجبة بأستاذ تشانج وكانت بتحبه، وبتقوله إنها بتنسى مشاكلها لما بتشوفه. وبتيجي يان وبتاخده ويمشوا، وساعتها منت بتعتقد إن تشانج على علاقة بالمدرسة يان. ولما منت بتروح البيت بتلاقي الشرطة جاية تقبض على أبوها اللي بيكون برضو شغال عسكري، وأمها هي اللي بلغت عنه واتهمته إنه من المتمردين عشان تخلص منه. ومنت بتفضل تعيط وكانت حزينة جدا على أسرتها اللي اتدمرت. وبتروح للأستاذ وبيديها سلسلة هدية، وبيقول لها ما ينفعش تفضل معاه ولازم تروح بيتها بس ترتاح شوية. وبعد ما بيديها السلسلة بتفضل قاعدة لغاية ما بتروح في النوم. ولما بتصحى بتلاقي نفسها في المدرسة وبتشوف الأستاذ وبتمشي وراه وبتشوفه داخل غرفة الموسيقى، ويان كانت فيها وبتكلموا عنها وبتقوله بلاش يقرب من منت عشان لو أبوها عرف هيحبسه، وهو بيقول لها مفيش حاجة بينهم وهو مش بيحبها. وفي الآخر يان بتقوله اختار بينا، يا إما تترك منت أو تسيب نادي الكتب عشان أمرهم ما يتكشفش. ومنت بتمشي قبل ما تسمع كل كلامها وبتعتقد إنهم بيحبوا بعض. وفي وقت تاني بتديله السلسلة اللي أهداها لها. وبنرجع لهونج وبيسمع حد بيخبط في غرفة. لما بيروح يشوفه بيلاقيه شينج مستخبي في الدولاب، وبيقوله إنه بيدور على راس الدمية ومش لاقيها، وراس الدمية بتكون مع هونج وبيديهاله. وبعد لحظات بيشوف جثث أعضاء النادي متعلقة، وبعدين بيشوف إزاي شينج مات
واللي موته المفتش باي. وبعدها هونج بيشوف نفسه متعلق بالمقلوب، والمفتش باي بيدي منت حاجة عشان تعذبه بيها، ومنت بتخلص عليه بطريقة بشعة. ولما كان بيطلع في الروح بيفتكر لما منت قالت له اديني الكتاب اللي معاك عشان اقرأه، وبعد كام يوم هرجعهولك. وبالفعل بيديها الكتاب، وهي بتبلغ عليهم المفتش باي وبتوريله الكتب اللي بيقرأوها، وبتقوله الأستاذة يان هي رئيسة النادي ولازم تحاسبوها. وباي بيقول لها انه هيطلع ابوها من السجن، وبيقول لها البلد بتشكرك. وبعدين بيخلص على الانسة يان، وبنعرف ان منت معذبتش ولا موتت هونج، لكن الفيلم بيوضح لنا ان منت هي السبب في كل اللي بيحصل، وهي السبب في تعذيب الحكومة لهونج لما بلغت عليهم. وكده بنعرف ان منت بلغت عنهم عشان كانت فاكرة ان يان بتحب أستاذة شانج، وكانت عايزة تنتقم منها عشان خدته منها، بس هي اتسببت في موت كل أعضاء النادي. وبعد كده بنشوفها في السينما بتتفرج على فيلم مع الأستاذ، وبتقوله ما يسيبهاش تاني. وفجأة بتلاقي نفسها جوه الفيلم وواقفة في مبنى عالي وبتتفرج على شانج ويان وهما بيتعدموا. وبره الفيلم شبح شانج بيقول لها مفيش غيرك موجود في المكان، وبيكون لابس قناع الإعدام. وفجأة السينما بتتملي ناس لابسين نفس القناع، وبتشوفه وهو بيموت، وبيظهر لها أعضاء نادي الكتب وبيوبخوها عشان بلغت عنهم. وهي بتقول لهم هي كانت عايزة يان بس اللي تموت، بس هما بيفضلوا يندهوها بالقتلة. وبترجع تاني للمدرسة المهجورة بعد ما عرفت إنها سبب في موت أعضاء نادي الكتاب، وبسبب تأنيب ضميرها خلصت على نفسها. وده نفس المشهد اللي شافته في أول الفيلم، يعني بتشوف هي ماتت إزاي وروحها هايمة في المدرسة وما كانتش تعرف إيه اللي حصل لها. وبعد ما عرفت إيه اللي حصل وإنها ميتة بتشوف أستاذها وبيقول لها إنه زعلان عشان معاش وشاف الحرية، لكن اللي عايشين ممكن يشوفوها ويعرفوها وهي تقدر تساعدهم. وبيرجع لها السلسلة الهدية وبيقول لها تساعد روح هونج ترجع لعالمها وتتحرر من عالم الأموات. ودلوقتي هي بتحاول تساعده عشان يلاقي طريقة للخروج من عالم الموتى، بس بتلاقي المفتش باي بيوبخها عشان بتساعده. وبعدين الأشباح والأموات بيطلعوا لها من كل مكان وبيسحبوا هونج. ولما بتحاول تساعده شبح أبو فانوس بيمسكها، بس بتسمع صوت أستاذها وكان بينصحها تتجاهل كل اللي بتشوفه وتنسى الماضي، وهي بتعمل كده. وأبو فانوس بيختفي وبتقدر تشد هونج من أيادي الأشباح الموتى، وبيفضلوا يجروا وراها لغاية ما بتوصل لطريق الخروج. وهونج بيقول لها تعالي معايا، فبتقوله مش هينفع أنا هفضل هنا، فبيقول لها أنا كمان هفضل معاكي، بس هي بترفض وبتقوله لازم ترجع للعالم الحقيقي عشان تعيش وتشوف حريتك وحرية بلدك. وشبح منت بيرجع لجوه المدرسة وبعدين بتختفي في عالم الموتى. أما هونج بيفوق من الغيبوبة وبيقول للظابط أنا هعترف بكل حاجة بس خليني أعيش. وبتعدي السنين وبنشوف هونج بعد ما كبر في السن وبيزور قبر أستاذ شانج وبيعتذر له عشان ما قدرش يحقق أحلامه، وبيروح المدرسة وبيفتكر أستاذه والوصايا اللي قالها له قبل ما يموت لما كانوا مع بعض في المعتقل، ولما قاله على مكان كتاب معين فيه هدية ولازم يلاقيها ويوجهها لشخص معين. بيدور على مكان الكتاب وبيلاقيه وبيدخل فصل من الفصول وشبح منت بيظهر له وبيديلها الكتاب اللي فيه هدية أستاذهم، ومنت بتاخد السلسلة وكانت فرحانة بيها جدا. وهنا بنوصل لنهاية الفيلم. لو الملخص عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وشير، وقولوا لي رأيكم في التعليقات.